وحيد على 10 مليون يا رب. أحيي براعي. لا يحيي وحيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. سواء كان بيجري بسرعة كده، يعني كانش بيجري بسرعة يعني، بس النازلة كده، والفرامل كانت بايظة كده، والفرامل تقريبا بايظة. فضل يدوس فرامل لحد الفرامل ما كانت بتطلع دخان أصلا، كان جامد. أنا طلعت لما تعبت نظر إيه؟ الأتوبيس اتقلب 3 مرات. صحابي كانوا بيطيروا من الشبابيك. أحد الناجيين من الطلبة يروي تفاصيل مرعبة قبل الحادث المؤلم. ولكن قبل ما نعرف إيه اللي حصل، خليني أقول لكم إن الطلبة كانوا راجعين على السكن الخارجي بعد انتهاء اليوم الدراسي الخاص بيهم داخل الجامعة. وأول رد من الجامعة فأول تعليق ليها على حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة، أعربت الجامعة عن حزنها لوفاة أبنائها، وأكدت إنها هتقدم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المصابين بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة. كما تم إرسال سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين لمجمع السويس الطبي. وأكدت الجامعة حرصها على متابعة حالة المصابين. ولكن خليني أقول لكم إن الجامعة أيضا أعلنت إن الأتوبيس غير تابع ليها بالمرة. والمؤلم في الموضوع هو تزايد عدد المصابين ل 33 مصاب ووفاة 12 طالب. بعد اذنكم يا جماعه، انتوا لو في حد منكم في الجروبات اللي هي بتاعت الجامعه كلها اللي كان حادثه عند بنزينه، لان في الاسعافات ومفيش حد عارف يساعد حد كده، فخلي الناس اللي هم في تمريض او في طب يجوا يساعدونا. انا مش يا ريت الناس اللي في الجروبات دي تبعت لهم، خليهم يجوا لنا عند كان الحادثه.